السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان النهاردة هعمل لكم طريقة الكنافة، كاسات الكنافة الجميلة بطريقة سهلة خالص وبسيطة. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، ولو عجبك الفيديو شيريه، وما تنسيش تكتبي لي تعليق تحت لو عجبك فعلا. ويلا بينا عشان اقول لكم ايه هي المقادير. سهل خالص وطريقته سهلة جدا. يلا معايا. ازيكم يا حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هعمل لكم كاسات الكنافه باسهل طريقه. دي عندي كنافه انا عملتها بالسمنه، وخليتها دي كانت تقريبا نص كيلو. حطيت عليها مليتها كلها سمنه ورصيتها في الصينيه، وحشياها على فكره مكسرات، وقمت ساقياها الشربات بتاعها. وده كريم جانتي، وده الكاس اللي هنحط فيها البتاع. هنرص طبقه من هنا وطبقه من هنا. يلا معايا. هحط طبقه الكنافه، نغطيها بقى. انا بعملها ومسحراتي ماشي اهو. وهنحط بقى طبقه كريمه. الكريمه اعمليها تقيله شويه. طبعا بقى اي حاجه عايزه تزوديها براحتك. حطينا اول طبقه كريمه. نشيل بقى الزبايد. طبعا هي برضه من جواها اصلا مكسرات وزبيب وجوز هند. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير القناه. يلا باي باي، مع السلامه.